السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم الكبسة بطريقة سهلة وجدا لذيذة. تلقون كل المكونات بصندوق الوصف بالتفصيل. ننتقل لطريقة التحضير. هنا عندنا زيت ساخن، نضيف البصل نقلبه حتى يتحمر. بعد أن احمر البصل نضيف البهارات الصحيحة ونحركها. ثم نضيف الدجاج مقطع ومغسول. نقلب حتى تتغير لون الدجاج. بعد أن تغير لونها نضيف البهارات. إضافة إلى البهارات ربع ملعقة من الكركم. الدجاج جيدا مع البهارات حتى تتجانس الدجاج مع البهارات وتتغير الدجاج للون البني. الآن نضيف معجون الطماطم. بعد أن حركنا الدجاج جيدا مع الطماطم نضيف الثوم والزنجبيل ونحرك. نضيف الكزبرة. نترك الدجاج مع البهارات لمدة دقيقتين إلى 5 دقائق تتجانس. بعد مرور دقيقتين نضيف الطماطم ونحركها ونتركها لمدة 5 دقائق حتى تتسبك الكشنة مع الطماطم. بعد مرور 5 دقائق أضف حبة بطاطس متوسطة اختياري. هنا أضيف الماء الحار. أغمر الدجاج جيدا بالماء الحار حتى وأتركها لمدة نص ساعة حتى تنضج الدجاج. هنا أضيف قرنين من الفلفل الحار اختياري، تقدرون تستغنوا عنه أو تضاعفون الكمية. نغطيه على نار متوسطة. ننتقل إلى تحضير سحاوق الكبسة. معنا هنا الكبزرة والطماط ورشة من الملح وفصين من الثوم والفلفل الحار وملعقة من عصير الليمون اختياري وملعقة صغيرة من الكمون. نضيفها إلى الخلاط ونخلطها جيدا. وهذا السحاوق صار جاهزا. نتركه بالثلاجة حتى وقت الاستخدام. هنا بعد مرور نص ساعة نضيف الأرز. ونتركها حتى تنشف، حتى الأرز ينشف الماء وينضج. هنا أصبحت الكبسة جاهزة. نطفي النار عليه. نتركها 5 دقائق نطفى عليها النار ونقدمها.
هذه النتيجة. لا تنسوا تجربوها، جدا جدا لذيذة، والدجاج ذائب. جدا ذائب. لا تنسوا تجربوها مع السحابة. وبالعافية لي ولكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك.